أهلا بيكم، معكم شريف المصري وعين أمان. هنتكلم النهارده في نقطة كده يمكن كتير مننا بيسمعها يعني. كتير بنسمع إن فلان اتوفى الله يرحمه فيا بخته لإنه اتوفى في رمضان. فلانة ماتت في رمضان يا بختها دي ماتت في أيام مفترجة. طيب هو ده دليل على إيه؟ أو هو ده صحته إيه؟ قد يكون له أدلة كتير وصحة كتير، لكن أنا هكلمكم في حاجة سمعتها في حالة وفاة امبارح من شيخ في الجامع. كان بيقول كلمتين حلوين وبعدين قال انتوا عارفين ليه بيتقال على اللي مات او اتوفى في رمضان ان هو اتوفى في يومين حلوين ويا بخته وهيكون مبسوط وكده. فهو جاوب على نفس السؤال وقال ايه بقى؟ قال لان في رمضان الناس بتبقى ناويه ان هي تصوم شهر رمضان وتقوم الليل وتصلي وتقرا قران وتعمل حاجات كتير هي ما بتعملهاش في الايام العاديه. فبما ان الشخص ده نوى النيه دي ونوى ان هو يعمل كذا وكذا وكذا وتوفاه الله، فمحسوب له انه عمل كده. فبيقولوا يا بخته ليه بقى؟ ان بيقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو معاه كم كبير من الحسنات هو ما عملهاش بالفعل لكن كان ناوي يعملها. فدي كانت بتبقى اضافه له، اضافه لحسناته، اضافه لحاجاته الكويسه في حياته. فبيقولوا يا بخته كده، هو رايح بالحاجات اللي تعب فيها وعملها بالفعل كحسنات يعني، ورايح كمان بحاجات كتير هو مجرد نوى بس انه يعملها، فهي اضافه كبيره لميزان حسناته. عشان كده بيقولوا يا بخت اللي بيموت في رمضان. ده كان تفسير منطقي بالنسبه لي وكل سنه وانتم طيبين.